عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. السنه اللي فاتت عملنا مع بعض فيديو البلانر، والسنه دي ان شاء الله برضه في بلانر 2018، لكن هنعمل مع بعض البوليت جورنال. وشفتوا معايا السنه اللي فاتت نموذج للبوليت جورنال بتاعه القناه. قبل ما نبتدي ازاي نعرف نعمل البوليت جورنال وننظم وقتنا بيها، لازم نعرف ايه هي البوليت جورنال، علشان في بنوتات ما تعرفش ايه هي عبارة عن منظمة نقطية. بوليت جورنال على بعضها معناها منظمة نقطية بتعتمد على التدوين النقطي لإنجاز المهام، الحاجات المجدولة، الحاجات اللي ليها مواعيد، اللي انتي هتنجزيها خلال وقت قصير جدا. وكمان بتساعدك على النظام بسرعة جدا من خلال 5 حاجات بتكتبيهم جواها، بيساعدوك ان انت تنجزي مهامك في اسرع وقت. اول حاجه الكي اللي هي الرموز بتاعته او المفاتيح. تاني حاجه الاندكس الفهرس من خلال ترقيم البوليت جورنال، ومهمه جدا حكايه الترقيم. تالت حاجه بتعملي سجل مستقبلي للسنه كلها. ورابع حاجه بنعمل سجل شهري، تمام، لانجاز المهام بتاعتنا، نكتب المهام الشهريه اللي عندنا. واخر حاجه التو دو ليست بتاعتنا اليوميه. من خلال ال5 حاجات دول بنقدر ننظم وقتنا، وبعد كده بتقدري تحطي فيها اي حاجة انت عايزاها داخل البوليت جورنال. علشان نعرف بتعمل ازاي، يلا نشوف ايه الحاجات اللي هنستخدمها علشان نعمل البوليت جورنال. كل اللي انت محتاجاه يكون موجود عندك نوت بوك عادية او اجندة او دفتر حتى بتاع مدرسة، مفيش مشكلة، قلم رصاص. اللي بعد كده دي حاجة اختيارية، الوان لو انت حابة تلوني جواها. ممكن نحتاج كمان مسطرة علشان لو في حاجات هنعمل جداول فيها. ممكن تحتاج الالوان الخشبية بديلة للاقلام الملونة الجاف. طبعا بيبقى ليها احجام زي ما انتم شايفين، الحجم اللي انا كنت ماسكاه والحجم ده كمان، او ابسط حاجة الدفتر. اكيد عندنا كلنا دفتر مدرسة عادي جدا هنحوله لبوليت جورنال، تمام. والتغليف بتاعه هنغلفه سوا ان شاء الله، يعني انا سايباها بدون تغليف عشان هنغلفها ونعرف الستيكرز بتاعتها ازاي اقدر اعملها ليها وللبلانر في فيديوهات تانية. اول حاجة بتكتبي فيها اسمك، بتكتبي فيها بياناتك، بتكتبي فيها اللي انت عايزاه. ما استخدمتش في اول صفحة دي غير، او يعتبر البوليت كلها، القلم الرصاص والاقلام دي وبس، الاقلام الخشبية للتلوين مش اكتر، تمام. ما استخدمتش اي اقلام تانية. بس احنا بنحب الحاجة تبقى فيها مرح كده، يعني لو بالقلم الرصاص بس هتحسي باكتئاب، ممكن ما تكتبيش فيها، لكن الالوان بتدي بهجة وبتشجعك ان انتي تكتبي جواها. ورسمت الرسومات البسيطة دي وكتبت من 2017 ل 2018 لاني هبدأ فيها من الشهر الجاي، تمام. دي بولت جديدة وعملت جملة محفزة ليا. كل الحاجات اللي داخل البوليت جورنال هتلاقيها عندك في ابلكيشن على الموبايل اسمه البرنسنس. هسيب لك الموقع بتاعه تحت علشان تحمليه. زي ما انتم شايفين على الشاشه، بتختاري الحاجه اللي انت عايزاها، النماذج كتير جدا بتختاريها وبتشوفي ايه المناسب ليكي وبتكتبيه. الكي مهمه جدا ان هي بتحدد لي كل حاجه داخل البوليت جورنال، كل مهمه محدده برمز معين. انا اقدر اعمل رمز من دماغي، مش شرط ان انا اشوفه على الموقع نفسه بتاع البوليت جورنال، لكن لو انت حابه تمشي على الرموز بالظبط ومعانيها هسيبها لك تحت بالمعاني كلها، وكمان عشان تحملي اللي انت حباه. عندي التو دو حطيت نقطة، النوت سلاش كده، الايفنت دايرة، سكيجول تاسك اللي هي المهام المجدولة. بعمل لها زي فتحة كده، بق السمكة زي ما بنقول. وبعد كده سكوير، المربع مهم للتاسك نفسه اللي هي المهمة نفسها، وداخل المربع ده بحط اي رموز من الرموز بتاعتي، ان انا المهمة بتاعتي مجدولة، او المهمه بتاعتي هتترحل للشهر اللي بعديه اللي هي المايجريت تاسك، او ان انا مثلا كنسلتها، او ان انا مش هعملها، او ان انا completed خلاص، ان انا كملتها. وبقيه الرموز انا مختارها على حسب احتياجاتي. وعملت مربع للمود بتاعي كل شهر، كتبت فيه ان انا ممكن اكون مثلا زعلانه، في حاله استرخاء، مكسله، فرحانه، مبسوطه، وكل حاجه من الحالات بتاعتي عملت لها لون. ده بالنسبة للأولى. تاني حاجة الاندكس اللي هي الفهرس، بيعتمد على الترقيم. مهم جدا ان انت ترقمي الصفحات، علشان كل ما بترقمي بترجعي تكتبي فيه الشهر، مثلا الاول يناير من صفحة كذا للصفحة كذا، بدل ما تقعدي تدوري يعني. فهي بتسهل عليكي كتير. تالت حاجة الفيوتشر لوج اللي هو التخطيط المستقبلي، بتكتبي شهور السنة كلها. انا كاتبة بس من اول شهر اغسطس لحد شهر ديسمبر للسنة دي يعني، وحطيت لكل شهر 5 أهداف.
يعني عايزة احققهم خلال الشهر. وعملت نوت كده لذيذة بحيث ان اكتب اي ملاحظات لو جات لي اي ملاحظات مهمة بكتبها. بعد كده المانثلي لوج اللي هو التخطيط الشهري، بعمل ممكن جدول، ممكن تكتبيها تحت بعضها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني مش شرط تعملي جدول، لكن انا حبيت ان انا تبقى حاجة مختلفة. عملت جدول كتبت فيه ايام الاسبوع، تمام، من الحد للسبت. وداخل المربعات دي هكتب الحاجات اللي عندي خلال الشهر، مواعيد، عندي امتحانات، عندي كورسات، عندي حاجات مهمة شهرية. وفي الصفحة دي بكتب كل الحاجات بالتفصيل، بالمواعيد، بكل حاجة. بعد كده التو دو ليست بتاعتي اللي هي المهام اليومية بتاعتي، بكتب ال30 يوم. وممكن تخلي اليوم فيه كذا سطر عشان تكتبي المهام بتاعتك، تمام، وتنجزيها وبتعمليها بالرموز زي ما اتفقنا. وحاطه جزء بسيط جدا علشان لو في نوت او في اي ملحوظه. بعد كده الصفحة اللي بعديها دي حاجة اختيارية بقى. كل اللي فات ده كان أساسي، اللي جاي ده حاجة اختيارية بتكتبيها في البولت بتاعتك. أنا عملت شكل الدوائر ده علشان عندي 4 حاجات كنت مستمرة عليهم، فحابة ان انا ارجع لهم تاني. 4 حاجات زي الصلاة، قراءة الكتب، لعب رياضة، شرب المياه بانتظام. فعاملة العجلة دي من يوم لحد 30 يوم او 31 يوم، تمام. وبالنسبه لشرب المياه والرياضه، عملت لهم ابلكيشنز قبل كده ونزلتهم وعملت عنهم ريفيو، اتمنى تشوفوه، هسيبهم لكم تحت في الديسكريبشن بوكس. طيب انا بعملها ازاي؟ دي الحاجات المعتاده، الحاجه ان انتي ما تقدريش تستغني عنها خلال اليوم كله، كل يوم بتعمليها. حطيت لي كل حاجه لون معين. هاجي مثلا انا صليت، باجي دي بمسكها اخر اليوم مش في اول اليوم خالص، قبل ما بنام بمسك البوليت جورنال بتاعتي وبشوف عملت ايه. صليت ال5 فروض فبعمل تظليل المربع كامل. ما صليتش مثلا لا قدر الله او حاجه فبعمل نص مربع، بحيث اجي نهايه الشهر اعرف انا عملت ايه بالظبط. وبكتب نوت للملاحظات. بعد كده باجي بحط صفحة للكتب اللي انا حابة اقرأها، برضو دي حاجة اختيارية. عملت 15 كتاب، بكتب اسم الكتاب من جوه، ومن تحت كده كتبت تاريخ البدء فيه وتاريخ الانتهاء منه، بحيث ان انا احصر المدة اللي انا قرأت فيها الكتاب بتبقى عندي قد ايه. وعملت صفحة للتقييم، الكتب اللي انا بقرأها ايه اجمل حاجة فيها، ايه سلبياتها اللي معجبتنيش فيها، او الجمل التشجيعية او التحفيزية اللي عجبتني، تمام. بعد كده الموفيز تو واتش اللي هي الحاجات اللي انت بتشاهديها بقى، سواء افلام، مسلسلات، الحاجات دي. لكن انا عاملاها اكتر لليوتيوب، لان في فيديوهات للاجانب بحب جدا ان انا اتفرج عليها مره واتنين، بحفظها عندي. لكن من كتر ما بيبقى عندك لايكات كتير على الفيديوهات بتوه منك ممكن الفيديوهات اللي انت عايزاها، عشان ما اضيعش وقت. فبكتب مثلا ايه اللي عجبني في الفيديو ده، ايه كلمه السيرش بتاعته، وهكذا. بعد كده قائمة المشتريات للمنتجات بتاعتي عبارة عن اسم المنتج، بدأت استخدمه امتى، انتهى مني امتى، وبقيم المنتج ده، سواء كريمات او شامبوهات او اي حاجة جبتها، تمام، بتستخدم في وقت معين، بحيث ان انا احصر في الاخر المنتج ده هجيبه تاني ولا لا. تقدري تستخدمي القائمة دي لمشترياتك انت الشهرية. بعد كده الصفحة اللي بعديها عملت الروتين اليومي بتاعي والروتين الأسبوعي، بس مش باين عشان استخدمت الأقلام الريشة دي. هكتب طبعا من 1 لحد 30 يوم. وكل يوم باجي نهاية اليوم بعمل مثلا غسلت اسناني، غسلت وشي بالغسول والماسك، وعملت التونر، وعملت الماسكات بتاعتي اليومية، حطيت كريم، او استخدمت الصن بلوك. يعني حاجات احنا ساعات ممكن نهملها شوية، لكن دي هتساعدك ان انتي تنجزيها وان انتي تكوني تعمليها. وبنفس الحكاية الاسبوعي برضو اللي هي الماسكات الاسبوعية اللي انا بعملها. اخر حاجة في الصفحة معايا اللي هي الماي مود بتاعي. اخترت شكل الانسات ده، هتلاقوا طبعا اشكال كتير جدا في البرايم سنت، بس الشكل ده انا اخترته لنفسي وعملته من دماغي، حبيته جدا. بختار المود بتاعي، اللون بتاعه، لو انا كنت مبسوطة او ان انا كنت زعلانة او وبلون شكل الاناناسية كده باللون بتاعي. وبس كده، هي دي كانت البوليت جورنال بتاعتي. يا رب تكون بسيطة وافادتكم بحاجة. دي بقى للقناة كده هعرضها سريعا جدا، دي انا اللي مغلفاها. هي كانت عندي من 2013 الاجندة دي، لكن عملت فيها حاجاتي من 2015، ولو انتهى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حاطه الكيف اول صفحة، الاندكس في تاني صفحة. بعد كده اعياد الميلاد المهمة بالنسبة لي، والترقيم مهم طبعا، ده اول ما بدأت القناة، تمام.
هي دي كانت البولت رقم 2 عندي. تمام، الاولى كانت في كشكول عادي بس ضاعت للاسف في وقت النقل، فاستخدمت دي. وكنت بكتب تحت العادات بتاعتي اللي انا بعملها، بصحى امتى، بنام امتى، ومن خلال تخطيط كده لكل يوم. في طبعا خطوط مش متكملة، ده معناه ان انا ما عملتش حاجة في الايام دي. بالشكل ده كان تاني شهر برضو بكتب الافكار بتاعتي. تمام، انا بس مغيمة عليها عشان الافكار بس ما تبانش. تمام، وفي التنظيم ده اللي انت تعملي الشهر بس كله، وتكتبي الايام وتسيبي لكل يوم كذا سطر. يعني دي اشكال للتو دو ليست بتاعتك اللي انت تقدري تعمليها خلال الشهر كله. وفي شكل المربعات ده انا بعرضها بس بشكل سريع لان هي خاصة بالقناة يعني مش اكتر. في النظام ده ان انت تعملي تقييم سنوي نصفي سنوي، يعني تكتبي 6 شهور كلهم مع بعض. الاول اول 6 شهور من السنة. انا بالنسبة لي عملت كده. وكتبت الفيديوهات وجيت وعملت تقييم ال6 شهور. بعد كده جيت شهر 7. بس لسه طبعا في الستيكي نوت هنقل منها الحاجات بتاعتي. كتبت السوشيال ميديا، كتبت الهاشتاجات المهمة بالنسبة لي، افكار الفيديوهات، احصائية كده بسيطة هعملها نهاية الشهر للقناة بتاعتي. تمام. واخر حاجة طبعا تحضير الفيديو، ويا ترى شيرته على المواقع بتاعتي ولا لأ. وهنا مقدمة الفيديو بتبقى عاملة ازاي، ايه الجمل المهمة، لاني ساعات بنسى جمل مهمة فبكتبها قصادي عشان ما انساهاش. وبكده تكون شكل البوليت جورنال خلصت. ودي بقى معايا من 2011. بس هفكر اعمل لكم بيها حاجة جميلة جدا، انتظروني، مفكرة لذيذة جدا وهتساعدنا على الانجاز. يا رب يكون الفيديو ده كان خفيف واستفدتوا منه اي حاجة. وانتظروني في طريقة التزيين ان شاء الله، وكمان عمل الستيكرز. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. وان شاء الله منتظرة منكم ازاي عملتوا البولت جورنال بتاعتكم انتوا كمان.